بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. النهاردة الخميس 14 مارس 2024. 14 مارس 2024. بنقول دايما يا جماعة أي نبات هياخد احتياجه من الأسمدة بصورة صحيحة متوازنة هتبقى دي النتيجة. ادي النتيجة. دي شتلة لسه صغيرة، لسه شتلة صغيرة عمر سنة. عمر الأصل ادي منطقة التطعيم اهي، عمر الأصل ده 6 شهور، وعمر الشتلة دي اهي اللي انت شايفها دي اهي ما شاء الله. وشايف دافعة للتزهير ازاي، كمية زهر عليها اهي. ادي كمية الزهر يا جماعة، ادي اللي بنقول عليها عين اليقين، انك انت لما تدي النبات احتياجه بصورة صحيحة متوازنة النبات هيزهر عندك بكثافة كبيرة جدا، وهيثبت التزهير على النبات كمان. يعني مش هيزهر وبس، لا، وهيثبت التزهير على النبات. النبات لما بياخد احتياجه بصورة متوازنة وصحيحة من أسمدة اليسر للخدمات الزراعية، خلاص ادي أسمدة اليسر، كل دي أسمدة اليسر للخدمات الزراعية، كلها دي عناصر مغذية اهي. كل عنصر بيبقى ليه دور معين في النبات، كل العناصر دي النبات بيحتاجها اهي اللي احنا بنصورها. كل عنصر ليه اضافات معينه في وقت معين، النبات بيوصل للمرحله اللي انت شايفها دي ما شاء الله. شايف النبات عامل ازاي ادي النبات مظهر بصوره كثيفه بصوره جميله في وقت كويس، في وقت التزهير الطبيعي. كتير بيشتكي من عدم التزهير، من قله التزهير، ان التزهير بيسقط، ان النبات اصلا ما بيظهرش. ادي بنصور لكم بالتاريخ واليوم. ادي النبات بعد استخدام أسمدة اليسر، ادي الوضع الطبيعي يا جماعة اللي احنا بنسميه عين اليقين، انك بتشوف النتيجة قدام عينيك. عايز نبات يظهر عندك كويس، يبقى نبات منتج، يبقى نبات قوي، الظهر يثبت، الظهر ما يسقطش عندك، استخدم أسمدة اليسر للخدمات الزراعية. أسمدة اليسر أنقى وأجود أنواع الأسمدة المستوردة. وتحياتي لكم جميعا.